الحمد لله. شفتك مرة في نعرفش في انترفيو قديم شوية قلت للنشيد الوطني ما هوش وطني 100% وما نحفظش النشيد الوطني، شنو الحكاية سي المنصف؟ لا هذاك على نقصد هو لأنه مأخوذ من من نشيد مصري لمحمد صادق الرافعي. النشيد نتاعنا مأخوذ من نشيد مصري. مصطفى صادق الرافعي وحاسيله وعملوا منه معناها اخذوا منه شيء معناها حماة الحماية هلموا لمجد الوطن، لقد زرقت في عروقنا الدماء ونموت ويحيى الوطن. يعني ثم هذه قصة النشيد الوطني موجودة حتى على الناس لمن يريد أن يبحث عنها. معناها أصلها قصيدة مصرية؟ قصيدة مصرية لمصطفى صادق الرافعي. معناتها هذا كلامك صحيح، معناه متأكد منه سي المنصف؟ ايه لأنه هو النشيد هذا مشى في إطار مسابقة عملتها مصر، ولكن هذا النشيد لم ينجح فأخذته تونس يعني وأخذت منه شيء وحورت منه معناها قصة يعرفها من يريد أن يبحث عنها معناها، وهو سهل معناها البحث عن الناس يعني على النشيد التونسي ويبحث عن شاعر اسمه مصطفى صادق الرافعي. مصطفى صادق الرافعي نعم هو الذي كتب النشيد، وهو من الكتاب المصريين الكبار معناها من جيل طه حسين والعقاد. وقتها كي بالحق انتقدوك برشا سي المنصف، وقتها انتقدوك برشا انتقدوك برشا واتهموك بكره ابو قاسم الشابي، قالوا له حتى وصلوك حتى تكره ابو قاسم الشابي. لا هو يعني انا ما نقولش ما نحبش ندخل في منافسه في حب ابو قاسم الشابي، انا نحبه ونعرف علاش نحبه وهما يحبوه ما يعرفوش علاش. واضح يعني ما هيش قصة ما شاعر غير من شاعر شاعر معناها يعني كاني أنا إنسان أغار من إنسان معي في الواحد. لا هو موجود يعني، وأنت عندك سرك وعنده سره وعنده كمونه وعندك كمونك إلى آخره. معناها الحياة لا تحتاج إلى شخص واحد، تحتاج إله واحد فقط، البقية الكل معناها كثيرون. الحمد لله. واضح. في ختام هذه الحلقة نحب نشكرك برشا منصف المزغني، شكرا لك على قبولك الدعوة، فرحان برشا انه كان متواجد معي الشاعر الكبير منصف المزغني، اترك لك كلمة الختام. شكرا لكم، شكرا على الاستضافة، شكرا على لطف الأسئلة، شكرا على الحماس